بص يا حبيبي عم رائد، في ناس بتنسى بسرعه وفي ناس بتحب تفتكر كل تفصيل. كان في واحد بيحب يجمع صور لكل الحاجات اللي تعجبه، ديكور بقى، لبس، اكل، افكار. كل مره كانت الصور دي بتضيع او تتوه منه. ساعتها قال لك طيب، طب ما اعمل مكان واحد احط فيه كل الصور اللي انا بحبها دي وارجع لها في اي وقت، وكمان اشارك الناس اللي زي الصور الحلوه دي. من هنا بدات فكره بنترست. كلكم عارفينه يا حبيبي عم رائد، منصه بسيطه جدا بس خلت العالم كله يعلق افكاره ويحفظ ذكرياته في مكان واحد. ولو برضه ما تعرفش، فالفكره دي بدات بحل مشكله عند واحد معين. المشكله دي مش عنده هو بس، المشكله دي عند ناس كتير. الصور اللي بتضيع والذكريات الجميله اللي احنا بناخد لها صور وما بنلاقيهاش بعد كده. عشان كده الفكره دي نجحت، لان الناس كلها كانت محتاجه مكان تحط فيه الذكريات بتاعتها. دلوقتي ملايين المستخدمين بيستخدموه، كلهم بيحلموا ويخططوا ويبدعوا في موقع واحد اسمه بنترست. وكمان بقى بيزنس بمليارات، صاحبه كسب مليارات. الخلاصه يا حبيبي عم رائد، اللي بيحب يحتفظ بالذكريات ممكن يصنع منها مستقبل. الفكره مش لازم تكون دايما جديده، بس اهم حاجه تكون بتحل مشكله معينه. ساعتها الناس كلها هتقبل عليها وتشتري. تابعني يا حبيبي عم رائد.